عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن زوج أو زوجة بيبذلوا مجهود كبير علشان يكسبوا رضا بعض، بس في الآخر تلاقيهم مش راضيين. السر هنا بقى إن هم بيبذلوا مجهود كبير في توفير الاحتياجات الحياتية ومقصرين في الاحتياجات النفسية. أبسطها لك، زوجة بتعمل كل حاجة في البيت ونظيفة وبتعمل أحسن أكل وبتربي ولادها كويس، ده اسمه مجهود كبير جدا، بس أسلوبها مع جوزها مش حلو وبتعامله بندية ومش بتقدره. هل بقى هنا مجهودها في البيت زوجها هيقدره؟ طبعا لا، لأن جوزها احتياجاته المعاملة الحلوة اللي ترضيه أكتر من اهتماماتها بالبيت، ولو قصرت في البيت معاملتها الطيبة وتقديرها ليه هتخليه يستحمل ويساعدها كمان. زوج بيصرف على البيت كويس ومش مقصر في بيته ولا حارمهم من اي حاجه، بس قاسي مع زوجته وبيتعامل بشده معاها ومش بيقدر تعبها، هل مجهوده دون بقى زوجته هتقدره؟ طبعا لا، لان زوجته مستنيه منه الحنيه والمعامله الحلوه اكتر من الفلوس، ولو قصر في الفلوس هتستحمل لانها بتحبه من معاملته ليها. يبقى مجهودك علشان يتقدر